اهلا بيكم في فيديو جديد. درس النهارده زي ما انتم شايفين كده ازاي هنلون الشمع. هنتكلم النهارده عن الالوان اللي بنستعملها عشان نلون الشمع، كل التفاصيل عشان نعمل الاشكال الحلوه دي. ما تنسوش قبل ما نبتدي وقبل ما ندخل في التفاصيل بتاعه النهارده تعملوا لايك وشير وسبسكرايب للشانل عشان تبقوا احسن صناع شموع على ضمانتي. يلا بينا نبتدي. اول نوع عندنا هي شرائح الصويا الملونة، وده بيبقى احسن نوع نقدر نستعمله مع شمع الصويا في الكوبايات، هو بيبقى شكله كده. تاني نوع وهي الالوان اللي بتبقى سائلة، ودي احسن حاجة تستعمل للصويا بقى والكوبايات او قوالب او حتى شمع الجل، بتبقى حلوة قوي معاه. تالت نوع عندنا وهو المايكا اللي بيبقى عامل زي الجليتر، وهو نفسه اللي بنستخدمه في الكوزماتكس، وده بيبقى احسن حاجة للفواحات العطرية. واخر نوع معانا وده اللي هنستعمله في الفيديو بتاع النهاردة وهي الالوان الشمعية، ودي بتبقى احسن حاجة للقوالب. نفس القالب الوان مختلفة. النهاردة الفيديو هيكون عن الالوان. هنستعمل في الفيديو ده الالوان الشمعية لانها اكتر الوان ممكن تلاقوها موجودة في كل حتة، فعشان كده اخترت ان احنا نستعملها في الفيديو ده. الالوان دي ممكن نستعملها مع شمع النخيل لوحده، شمع النخيل مع الامك، وكمان شمع الصويا اللي هو بتاع القوالب. دي الوان مختلفة وعلى حسب الدرجات اللي احنا عايزينها. النوع ده من الشمع احسن حاجة ممكن تستخدموها للقوالب. ليه؟ لان هي هتديكوا شكل برايت وحلو وفعلا ممتازة جدا في القوالب. بفكر اعمل الوان مختلفة، فدي الالوان اللي انا حابة اعملها النهاردة. ده عجبني جدا، الاصفر طبعا ما اقدرش استغنى عنه، الازرق والبيربل والبينك، دول الالوان اللي انا حابة اعملهم النهاردة. فتعالوا اوريكم بعملها ازاي. كالعادة انا هاخد دول على جنب وهنبتدي نعمل خلطتنا من الشموع. عندنا شمع النخيل اهو، وعندنا شمع الامك. تهيألي خلاص اللي شافوا الفيديو بتاعت المرة اللي فاتت دي عرفوا شكل شمع الامك. هنعمل النسب ونخلطهم مع بعض. هعمل طبعا كمية كبيرة ان انا زي ما انتوا وريتكم انا عندي اكتر من لون، محتاجين كمية من الشمع، فعشان كده هعمل كمية كبيرة. هنحتاج اكيد الميزان بتاعنا، هنحتاج نقيس من ده. عايزاكم وانتوا رايحين تشتروه تبقوا اذكياء، خدوا اللي متكسر جاهز، ما تاخدوش اللي هو بيبقى كتله كده على بعض، عشان هيتحرقوا وانتوا بتكسروه وبتستعملوه. لما يبقى هو اوريدي متكسر بيبقى اسهل لكم. يعني ما تتوقعوش ان انا لما اروح واخدها كتله كده على بعضها ده شطاره، لا بالعكس، انا بشوف لما تاخدوها هو متكسر حتت بيبقى اسهل لكم في الشغل. الا لو انتوا عندكم شغل كتير، يعني اوردرات كتير، فعايزين يعني تسيحوا الكميه كلها، مش بيفرق معاكم. بس انا يعني بقول للناس اللي هي مبتدئه، بتعامل معاكم كانكم مبتدئين، لان الشانل لكل الناس اللي عايزه تتعلم شمع وهي لسه مبتدئه. عارفين انا بعمل ايه صح؟ بعمل الكميه كلها. 570 شمع الامك، يبقى انا كده محتاجه كام جرام شمع نخيل؟ محتاجه حوالي 380 جرام شمع النخيل. بقيسه ازاي؟ نفس الكلام، احط جار بصفره وببتدي احط ال 380 جرام نخيل عليه. بتهيألي بصوا اللي فاضل ايه، بتهيألي هيكفي ال 380. انا خايفه بس الكوبايه اللي ما تكفيناش، بس هنجرب برضه. زي ما انتوا شايفين الجار ما كفاش معايا، وصلنا ل 300 تقريبا، ففضل لنا 80. هزودهم وارجع لكم تاني. هنحط بقى كل حاجه هنا، امك مع النخيل. بس المره دي هنتعلم من غلطتنا، يعني احنا المره اللي فاتت عملنا الامك وقعدنا استنينا كتير قوي عبال ما ايه ما عمل، والنخيل كان اوريدي مفيش ثواني كان اوريدي داب. فالمره دي هنسيح الامك الاول وبعد كده نضيف النخيل. شايفين الابداعات اللي انا عاملاها هنا؟ واو بس يلا بينا نكمل.
شمع القمق زي ما انتوا شايفين اهو بدأ يسيح معايا. هديله كده دقيقة وارجع له تاني. بصوا خلاص هانت، يعني انا هديها دقيقة كمان وهتلاقوا الشمع ده كله راح. بكسر حتت صغيرة قوي من كل لون. مثلا اللون ده انا بعمل النهاردة الالوان الباستيل الهادية، فببتدي زي ما قلت لون هادي خالص وبدرجه لو عايزة ازود اللون، بس انا مبدئيا كلهم عايزة اعملهم هادين، فباخد بس مقدار قد كده بس، هو ده اللي انا عايزاه. شايفين قد ايه؟ يا دوبك حتت صغيرة خالص. اوكي هنا هنعمل الدبدوبة لونها اصفر، هنا هنعمل الدبدوبة لونها اللون ده معرفش ده لون ايه يعتبر، واخر واحدة نعملها دبدوبة بس نعملها شكل تاني اللي هو الشكل الكبير باللون ده، عشان دي انا بصراحة عاملاها هدية لاختي لان ده her favorite color، عشان كده هعملها لها. الشمع هنحط هنا كمية قليلة قليلة، هنا كمية اكتر شوية عشان ده اكبر من ده. هنا هنحط الكمية كده كده وكده. طبعا انا ده بالنظر، يعني انا مش متأكدة لو هو كمية كفاية، بس هعتقد ان هي كفاية. هبتدي بقى احط واقلب على طول. انتوا عارفين لو فتفتوها كده تبقى التقليب احسن، يعني شوفوا على طول خدت اللون، بس هادي بزيادة، فممكن ازود حتة كمان ونقلب برضو. انا بحب اللون الهادي بس مش للدرجة، فاهمين؟ يعني انا برضو عايزاه يبقى متلون، ياخد درجة، ياخد لون. نبتدي بقى نصب في القالب ده، وممكن نزود وردة صفرة لان القالب عندي يستحمل. هنزود درجة كمان عشان عايزة اوريكم كل ما غمقت اللون بيحصل ايه، يعني هنغمقه كمان درجة. شايفين؟ وممكن بقى نصبه فين؟ نصبه في الوردة دي شايفين؟ اغمق درجة، وكل بقى ما بنزود اللون كل ما بيغمق معايا درجة. نروح على طول للون اللي بعده عشان انا مش عايزاه يعني ما يدوبش، انا عايزاه يدوب بسرعة وهو الشمع سخن. طبعا الشمع لما بيكون سخن ان احنا ندوب الحاجة بيبقى اسهل. انا عايزاه اغمق شوية لان هو ده اوريدي اللون خفيف قوي، انا عايزاه يبقى غامق، فانا بقعد ازود واقلب ازود واقلب وهكذا. شايفين اللون عمل ازاي؟ ممكن طبعا ازود وممكن اقلل زي ما انا عايزه، بس انا شايفه الكميه دي والدرجه دي حلوه، مش عايزه ازود عن كده. ونصب بقى خلاص. ممكن برضو في كميه حلوه ممكن احطها في القلب، وممكن احطها في الدبدوبه التانية، ونستناهم دول ينشفوا. الكاميرا فصلت واحنا شغالين، فقعدت سليت نفسي وعملت كولكشن كده من الالوان كتير قوي لغايه لما اشحنها تاني. فيلا نكمل.
زي ما انتوا شايفين عملت الاصفر، عملت الاخضر، عملت الاحمر والبينك والبلو والدرجات دي كنا عاملينها. فهعمل معاكم الدرجة دي تبقى كده بلو، ونكمل مع بعض. هقول لكم بقى ازاي نحدد درجة اللون ونغمقه ونفتحه على اساس ايه. بصوا، هي دي الكمية اللي انا هبتدي بيها الشمع. يعني هحط اللون بالكمية دي وازود على حسب الدرجة اللي انا عايزاها. ببتدي بكمية بسيطة وبزود اللون لغاية لما اوصل للدرجة اللي انا حاساها حلوة، على حسب انا عايزاه غامق ولا عايزاه فاتح. بس في الالوان اللي هي النوع ده اللي هي الشمعية لازم دايما ابتدي بالفاتح خالص وابتدي اغمق لغايه لما اوصل للدرجه او اللون اللي انا عايزاه. ما ينفعش على طول اقوم حاطه حته كبيره واضطر بقى ان انا اقعد ازود شمع عشان اخفف اللون شويه لغايه لما اوصل. فاهمين قصدي ايه؟ فلازم دايما في الالوان النوع ده ان انا ابتدي بكميه صغيره واسيح وازود الشمع على حسب، او ازود اللون على حسب الدرجه اللي انا عايزاها. يلا بينا ننقل بقى ونسيحها. زي ما انتوا شايفين الشمع ساح معانا والالوان. طب انا عايزه اعرف الدرجه دي هي اللي انا عايزاها ولا لا. بعرف ازاي؟ اقوم واخده المعلقه الخشب اهو، واخده بس نقطه من الشمعه، واقوم حطاها على كده ورقه بيضه واستناها تنشف خالص، واشوف هل ده اللون اللي انا عايزاه وهي دي الدرجه اللي انا عايزاها ولا مش دي. اغمقها شويه. زي ما انتوا شايفين الدرجه مش حلوه، هي محتاجه تغمق كمان. فعشان كده بقوم مزوده حته كمان من الشمع. بصوا قد كده، ونزود ونشوف. احنا لسه الشمع سخنة عندنا وممكن ان احنا نزود الكمية اللي احنا عايزينها. زودتها خالص وحاسة ان الدرجة دي حلوة، فهي دي اللي هستعملها. تعالوا نحطها في الدباديب. طبعا القوالب بتبقى متسخنة، متنسوش الخطوة دي مهمة. شايفين بعد لما غمقت اللون بقى شكله احلى. شايفين كل ما بتغمقوا كل ما اللون بتاعكم بيظهر. انا هي دي الدرجه اللي انا عايزاها، مش هغمق عن كده. وزي ما قلت لكم طريقه ان انا احط نقطه واشوف الدرجه طريقه حلوه وكويسه جدا. تمام. فاضل حبه صغيرين ممكن برضو اعملهم في القالب الصغنن ده. ونعمل مثلا اللون الاورنج ده ونختبره في الثلاث تركيزات. يعني هناخد مثلا حته منه صغيره ونجربه على الثلاث قوالب دول. خلاص هوريكم ازاي دلوقتي. يعني انا قصدي ان انا هاخد اللون الاورنج واكسره. دي حته صغيره هتبقى لدي، وبعدين هغمق اللون وازود الحتت دول، واغمق اللون اكتر كمان وازود الكميه دي. يعني اول واحده هبتدي بالكميه دي بس مش هزود عن كده. تاني واحده هقوم مزوده عليه اللون ده الكميه دي، وتالت واحده هتبقى اغمق واحده وهنحط ايه اكتر. ونشوف كل ما بنزود كل ما اللون بيتغير ازاي معانا. هنا زي ما انتوا شايفين بسيح شمع كميه كبيره عشان اعرف اعمل التجربه. بصوا ساحت اهي. هبتدي اول حاجه اول كميه عندي وهي دي، وهبتدي اسيحها معايا. هنستناهم ينشفوا خالص ونشوف في الاخر كل واحده فيهم التغيير البسيط اللي عملناه في اللون عمل لنا الورده لونها ايه. هو اصلا دلوقتي حتى وهي لسه ما نشفتش باينه التدرجات. يعني دي قلبه شويه على اصفر، دي جايه في النص ما بينهم، ودي باينه ان هي الغامقه. مبسوطه قوي بالكولكشن بتاعتي بجد. اغمق وتالت واحده لون تاني خالص.
شايفين فرق الكمية البسيطة اللي انا حطيتها في الالوان عملت ايه؟ عملت لون فاتح قوي كأنه سيمون، عملت لون اورنج بس هادي برضو يعتبر اغمق درجة. حطيت يا دوبك حاجة بسيطة عن اللون ده، اداني درجة تانية خالص، اداني درجة اغمق. وانا شايفة ان كل ما كانت اغمق كل ما كانت احلى. بس برضو الباستلز حلوين، انا مش بتضايق خالص من الوان الباستلز، بالعكس بحسها لذيذة ولطيفة خالص. يعني بصوا مثلا الاصفر منها تحفة ازاي، بصوا الاحمر، بصوا البينك، بصوا الدرجة دي كمان حلوة. يعني عايزاكم تلعبوا بالالوان. كل الالوان دي بكل درجاتها بجد حلوة قوي، يعني حلوة لذيذة. شايفين كل حاجة تقدروا تغيروا بقى براحتكم خالص، غيروا وابدعوا في الالوان. بس انتوا فهمتوا الفكرة وفهمتوا ازاي تلونوا الشمع. عايزه اقول حاجه، الشمع ده ما بيفرقش درجه الحراره اللي بتحطوها فيه، يعني مش شرط خالص تستنوا لغايه لما تبقى درجه الحراره 75 عشان تحطوه. هو ممكن اصلا يتدوب مع الشمع نفسه لانه نفس الفكره خلاص. فمفيش اي قلق من الموضوع ده. كده نكون خلصنا الفيديو بتاع النهارده. اتمنى يكون عجبكم واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. باي باي يا حلوين.